أقسم بالله أنا مصدق اللي بيحصل في الإسماعيلي ده. مفروض فرقة بتنافس على الهبوط، فرقة عايزة تدخل الدور التاني في الدوري، وعشان المنافسة على الهبوط فلازم إن هي تاخد عدد كبير جدا من النقاط وتحاول تجمع أكبر قدر. ولكن بالأداء اللي احنا بنشوفه ده والمستوى اللي احنا لاحظناه في المباراة، الحقيقة نادي الإسماعيلي نازل للدرجة التانية بسرعة الصاروخ. مفيش لعب، مفيش أداء، مفيش لمسة، مش عارفين نضغط، مش عارفين نطلع بالكورة. الشوط الأول انتهى واحنا بنقول ان النادي الاسماعيلي ما جاش هينزل الشوط الثاني عنده رغبه وعنده حماس وعنده النيه ان هو يغير طريقه اللعب، ونشوف فعلا حماس للعيبه النادي الاسماعيلي، خصوصا ان لعيبه النادي الاسماعيلي من اكتر الفرق سنها قليل في الدوري. فبالتالي انت عندك عدد كبير جدا جدا من الفرقه كلها شباب، فالمفروض ان هم عندهم لياقه، المفروض ان هم بيجروا. ولكن للاسف الكلام ده مش موجود. فرقه فاركو فرقه متماسكه بصوره غير طبيعيه، فرقه منظمه، عارفه تطلع بالكوره كويس، عارفه تدافع كويس، عندهم خط وسط ملعب بتاعهم بيقطعوا الكوره بشكل رهيب جدا. احنا عندنا مشكله في كل حاجه، من اول حراسه المرمى لحد محمد زيدان اللي لا عارف يستلم ولا عارف يباظي. ولكن احنا هنروح فين ولحد امتى هنفضل بالكلام ده؟ يعني ياسين الملاح اللي حط الجون الاول اللي هو لاعب فاركو بشعر اصفر ده، من الشوط الاول باين ان هو لاعب مزعج وباين ان هو لاعب خطير. انا والله العظيم وانا بتفرج بقول المفروض ان كابتن عماد سليمان يكلف واحد او اتنين بالرقابه معاه وان هم يقفلوا عليه في كل كوره. سبحان الله، حط الجون الاول ويعني خلاص ماشي، الجون الاول دخل، المفروض بقى احنا كحماس وكغيره نبدا نضغط ونبدا يكون عندنا هدف ان احنا نحرز هدف التعادل. ولكن بعدها بدقيقتين بيسجلوا الهدف الثاني، لا عارفين ندافع ولا عارفين نباظي. قسما بالله الواحد مش لاقي حاجه فنيات يقولها، يعني الواحد مش لاقي حاجه يتكلم عليها نقول فيه لعبه، نقول فيه خطوره للاسماعيلي. ولكن انت اصلا من الشوط الاول في اول 10 دقائق في كورتين جم في العارضه بالنسبه لفاركو. فاحنا عايزين ايه؟ كابتن عماد سليمان هدفه ايه من المباراه؟ لعيبه النادي الاسماعيلي حتى يعني فين اصرارها على الفوز؟ فين الحماس؟ يعني الوضع بدا يسوء. فرقه فاركو بتيجي تكسبك في قلب اسماعيليه باقل مجهود، اقل مجهود بيتعمل. احنا مش عارفين نعمل اي حاجه. يعني احنا بنشوف الكابتن عماد سليمان بينزل عبد الرحمن الدح، يعني هل عبد الرحمن الدح ده اللي هيغير المجريات بتاعه المباراه؟ محمد خطاري، ما عندناش بدايل، ما عندناش لعيبه. احنا نحاسب مين اللي مسؤول عن اللي بيحصل للنادي الاسماعيلي ده؟ دي اهانه، والله العظيم دي اهانه بتحصل للنادي الاسماعيلي. احنا واقفين، يعني اللي هو شفت انت الانسان العاجز مش عارف يعمل ايه. لعيبه تايهه في الملعب، لعيبه مش عارفه تشوط، مش عارفه تباظي، مش عارفه تطلع بالكوره. احنا الكوره مع كمال السيد عشان يبتدي هجمه لعيبه فاركو بتضغط بالثلاثه وبالاربعه، عامله ضغط متقدم عليك، انت مش عارف تطلع بالكوره. كل الاوفرات اللي احنا لعبناها كلها مقطوعه، مفيش اوفر واحد، ربنا واحد بس بينزل عند رجل اللعيب. مفيش الكلام ده، مفيش واحد قصاد واحد عارف يرقص لعيب، مفيش واحد قصاد واحد عارف يعمل باصه صح. ايه الكلام ده؟ معقوله دي فرقه الاسماعيلي اللي احنا شفناه ده؟ دي فرقه النادي الاسماعيلي دي اللي فرقه لعبت فيها اجيال واجيال ولاعيبه تاريخيين يوصل بينا الحال المستوى ده؟ انا بلخص الماتش ده كله في الاهانه، اهانه فرقه النادي الاسماعيلي. فرقه عاجزه، فرقه مش عارفه تعمل ايه في الكوره، لعيبه واقفه بتبص لبعض. ايه ده؟ يعني انا بجد والله العظيم مش فاهم. اللي احنا شفناه ده ماتش كوره؟ اللي احنا شفناه فرقه النادي الاسماعيلي ال 11 لاعب اللي في الملعب دول هم فاهمين ان هم بيلعبوا كوره ولا بيلعبوا رياضه تانية غير الكوره؟ انا مش قادر افهم. قلنا ان احنا لازم نفوز على فاركو عشان الثلاثه بونت هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. فرقه الجونه في نفس اليوم كسبت مودرن سبورت ونطت كده بقت 16 بونت، انت 13. الفرقه كلها بتكسب والفرقه كلها بتعلى وانت اللي واقف مكانك. معقوله 7 ماتشات مش عارفين نحقق فيهم الفوز؟ 7 ماتشات منهم 6 مباريات خساره ومباراه تعادل. هل الكلام ده يصح؟ هل الكلام ده الفرقه عايزه تنافس؟ هل الكلام ده الفرقه مش عايزه تهبط ونيجي نقول لا الاسماعيلي ما يهبطش؟ ما هو المستوى والاداء ده لازم تهبط، ما هو ده عدل ربنا. فرقه زي حرس الحدود لسه طالعه اول سنه ممتاز، النادي الاهلي بيكسبها في الدقيقه 93 بالعافيه. ايه المهزله وايه الاهانه دي؟ مجلس الاداره فين من الكلام ده؟ باع لعيبه، وقف القيد، ولا عارفين ندعم، ولا عارفين يجيبوا مدير فني، ولا عارفين يجيبوا لعيبه وصفقات. ايه الكلام ده؟ مجلس الاداره قاعد بيعمل ايه لحد دلوقتي؟ دوره ايه؟ مش فاهم. يعني ايه اللي بيختلف مني انا كمشجع عن مجلس الاداره؟ زيه زي قاعد بيتفرج، عارف ياخد قرار ولا عارف يوفر موارد ولا عارف يعمل اي حاجه. اللي بيحصل ده اهانه لمحافظه اسماعيليه، اللي بيحصل ده اهانه، لازم تدخل ولازم يكون في قرارات بشكل سريع وشكل عاجل. عشان المهزله اللي حصلت دي، فرقه فاركو جايه من اخر الدنيا بتيجي تكسبك هنا باقل مجهود، والله العظيم باقل مجهود. احنا ما عملناش حاجه، احنا عمالين نحلق من بعيد لبعيد. اللعيبه دي يتكتب في السي في بتاعها ان هي لعبت للنادي الاسماعيلي؟ يعني انا لما اروح اتفاوض مع لعيب فيهم كده يقول لي اصل انا كنت بلعب في الاسماعيلي؟ قله الادب دي،
يعني ربنا يعديها على خير. موقف صعب جدا، وربنا يكون في عون جمهور النادي الاسماعيلي، لان احنا زهقنا وطفحنا. الفرقه كلها بتدعم، والفرقه كلها مبسوطه، والفرقه كلها بتكسب، الا احنا 7 ماتشات مش عارفين نكسب. وبعيد عن ال7 ماتشات دول مفيش ماتش فيهم نلعب اداء كويس، مفيش لعبه، مفيش بظه. ايه قله الادب دي؟ احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.